طبعا الشهر اللي فات الناس كلها بتتكلم على الاي اي، والناس كلها بتتكلم على تشات جي بي تي، وبتتكلم على الاي اي افاتارز، وبتتكلم عن ايه اللي هيحصل في المستقبل، وهل الاي اي بيهددنا فعلا؟ خلينا نشوف. طبعا الكام يوم اللي فاتوا السوشيال ميديا اتقلبت، وبقينا نشوف صور غريبه وكله يقول لك اي اي جنريتد، سواء كانت رسومات او صور بورتريه مرسومه لاصحاب الاكونتس دي. اللي بيحصل باختصار، التشات بوت بياخد شويه صور ليك وبعد كده يبتدي يعمل عليها بروسيسنج عنيف لمده 20 دقيقه تقريبا، وبيبتدي يحلل كل تفاصيل الصور اللي انت اديتها له، تفاصيل ملامحك، وبيرسم لك زي بورتريه معقد مشابه ليك بطريقه مرعبه. طب ليه الصور بتطلع بالدقه دي؟ وايه اللي خلى الاي اي يتطور بالشكل المرعب ده؟ ايلون ماسك بدأ البروجكت ده في 2015، لكن ما كانش بالقوة اللي احنا شايفينها دلوقتي خالص. لكن بعد ما استحوذ على تويتر قدر يدي اكسس للبوت على كل الصور اللي في الداتابيز بتاعة تويتر، وده كان السبب في الطفرة اللي حصلت للبوت فجأة كده مرة واحدة. خد بالك ان البوت واللي بيعمله دلوقتي ده لسه في اوائل مراحله في الوجود، فانا مش عايزك تخاف خالص، انا عايزك تترعب. يا لهوي على سنين السوداء. اهدى بس شويه كده وتعالى نكمل باقي الفيديو. طيب نيجي بقى للتشات بوتس. ايه هي التشات بوتس وبتعمل ايه؟ تعالى نتكلم عليها شويه كده بالتفصيل. الحقيقه ان التشات بوتس موجوده بقالها سنين، ودي بتكون زي مساعد ليك على بعض الويب سايتس والابس اللي احنا بنستخدمها، واعتقد تقريبا معظمنا استخدم التشات بوتس دي بطريقه معينه. بس نيجي بقى ايه اللي خلى الموضوع يطلع ترند ويضرب فجاه كده. التشات بوتس القديمه كانت بسيطه الى حد كبير، وكانت مقتصره على 3 أو 4 رسائل بالكتير. بنكلمهم، بتبعت له رساله بيرد عليك، بتبعت له الثانيه بيرد عليك، بتبعت له الثالثه بيرد عليك، لحد ما بيجي السؤال ما بيعرفش يرد عليك وبيحولك للكاستمر سبورت. لكن من حوالي شهرين فكره العالم عن التشات بوتس اتغيرت لما شركه اوبن اي اي قررت تلونش تشات جي بي تي، وده يعتبر اول بوت بيقدر يعمل معاك كونفرزيشن حقيقيه. مش بس كده، ده التشات بوت ده بيقدر يقيس مشاعرك وطريقه كلامك ويفهمها ويحللها حتى لو انت كاتب الكلام بشكل مش صحيح، ويبتدي يتعلم ازاي يرد عليك رد مناسب لاسلوب كلامك. العبقري هنا انك خليت الاي اي يقدر يجمع رأي ويكونه عن طريق ان هو بياخد المعلومات اللي انت بتديها له والاسئله اللي انت بتحطها له، وبيقدر يعمل لها بروسيسنج وبيحلل الاسئله دي، وبيبتدي يشوف رأي اغلب الناس في حاجات زي كده ويرد عليك. بمعنى انك ممكن تساله عن اي سؤال في مجال معين وهتلاقيه بيرد عليك رد منطقي جدا كانك بتتكلم مع واحد صاحبك. الجميل كمان ان الردود اللي بيردها عليك دي مش بتكون حاجه متخزنه جواه او بتكون حاجه هو حافظها او عارفها من قبل كده. الردود دي بتتكون بناء على المعلومات اللي انت بتديها له، فبالتالي كل شخص ممكن يساله نفس الاسئله وهيرد عليه بردود مختلفه. والعبقري كمان ان الردود دي مش بس بتبقى جمله او جملتين او سطر، الردود دي ممكن توصل ل3 أو 4 باراجرافز. طب نيجي بقى لايه مدى قوه البوت ده. البوت ده قدر يوصل لمليون مستخدم حوالين العالم في اسبوع واحد بس، وده يعتبر رقم ضخم جدا لحاجه لسه في البدايه. وبالفعل طلاب الجامعه بداوا يستعينوا بيه في كتابه الارتكلز وان هو يحل لهم الاساينمنتس اللي بيحتاجوها في الجامعه. الموضوع ما وقفش هنا، البوت بقى يقدر يكتب لك كود بالكامل، وتقدر تديله كود انت كاتبه ويطلع لك الباجز اللي فيه، ويقول لك ايه الباجز اللي كانت موجوده وحلها ازاي، وكمان يشرح لك الكود ده اصلا بيعمل ايه. وده بقى هيودينا لموضوع تاني، وهو ال AI versus البروجرامرز، والسؤال اللي كلنا خايفين منه: هل تشات جي بي تي هيقدر يريبليس السوفت وير انجينيرز في المستقبل؟ البوت فعلا قوي ويقدر يكتب لك كود عن اي حاجه انت بتطلبها منه، بس في الاول وفي الاخر هو مش هيقدر يكود برنامج كامل من اوله لاخره، او على الاقل دلوقتي، او يركب بلوكس اوف كود على بعضها عشان يكون برنامج تقدر تستخدمه في الاخر. الحقيقه هي تول هتساعد البروجرامرز بشكل كبير جدا، وهتسهل عليهم تاسكس كتير كانت ممكن تحرق معاهم وقت كبير جدا، لكن لحد النهارده لسه البوت ما يقدرش يستبدل السوفت وير انجينيرز، وربنا يستر. نرجع تاني للاي اي فيكتورز والرسومات اللي برامج زي لانسا اي اي ابتدى يعملها الفتره الاخيره. الاي اي بيقدر ياخد منك وصف الصوره اللي انت عايزه يطلعها لك، وبيبتدي يجمع ايه هي العناصر الاساسيه اللي في الصوره ويظبط الالوان بتاعتها عشان في الاخر يطلع لك صوره متناسقه ما فيهاش غلطه تقريبا. طب ازاي الاي اي قدر يطلع ديزاينز عبقريه وجميله في وقت قصير كده؟ تصميمات كتير زي الاي اي بيعملها الجرافيك ديزاينرز الجامدين ممكن يقعدوا فيها اكتر من 5-6 ساعات. طب ازاي الاي اي يقدر يطلع الرسومات دي في اقل من دقايق؟ الاي اي بيعمل ميكس من ديزاينز اوريدي موجوده قبل كده على محركات البحث زي جوجل وغيرها، وبيبتدي يعدل على الالوان والاشكال والاليمنتس اللي موجوده فيها عشان يطلع لك طلبك بالظبط وبدقه عاليه جدا. ودي المشكله اللي مخليه اغلب الجرافيك ديزاينرز معارضين لفكره الاي اي، لانه بيعتمد على لايبراري وبيعتمد على هيستوري بتاع ديزاينز الناس عملوها فعلا قبل كده، وهو مش بيجنريت الديزاينز ولا الحاجات اللي هو بيعملها من نفسه، هو بيستخدم ريسورسز
البشر فعلا هم اللي عملوها قبل كده وتعبوا فيها وحطوا فيها مجهود كبير. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو ده، ودي كانت فكرة سريعة عن الاي اي والتشات جي بي تي وايه اللي بيحصل الفترة دي في عالم الاي اي. ممكن تسيبوا لنا رأيكم في الكومنتس وتقولوا لنا هل الاي اي هيقدر يريبليس الجرافيك ديزاينرز ويريبليس السوفت وير انجينيرز دلوقتي او في المستقبل ولا ايه؟ تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتقولوا لنا في الكومنتس محتاجين نتكلم في ايه تاني. سلام.